كانت النهاية خروج بطل العالم جوجش على يد لعيب ذو تقييم 2600 اللاعب الألماني فريدريك سافان. مفاجأة غير متوقعة في بطولة العالم، لعيب اللي هو بطل العالم الهندي جوجش 2763 يخسر هزيمة قاسية من اللاعب الألماني فريدريك سافان ذو تقييم 2640. مباراة مثيرة للجدل، والمفاجأة خروج بطل العالم مبكرا في بطولة فايت وورلد كاب 2025. نشوف الماتش ده اللي حصل فيه والماتش وأسباب هزيمة بطل العالم جوجش على يد اللعيب الألماني. جوجش كان بيلعب في الماتش ده بالقطع البيضاء. ابتدى الماتش E4. اول ماتش هو النظام ان انت بتلعب ماتشين، اول ماتش انتهى بالتعادل وتاني ماتش انتهى بخسارة بطل العالم جوجش. جوجش لعب E4 في هذه المباراة. رد عليه فريدريك سافان E5 نايت F3 نايت C6. توقعت ان هو يلعب الروي لوبيس، لعب عادي الطابق الهادي، يعني كده مفيش افكار اللي هو بيشوب سي 4. يعني الطابق الهادي اغلب المرات بتخلص بالتعادل، ولكن الماتش ده انتهى بفوز الاسود. طلع بالحصان، لعب الدي 3. انا عاوز اقول لكم ان ماتشات كتيره جدا التفريع ده سائد بقاله حوالي اكتر من 15 سنه، بنفس الافكار بنفس التفريعات بنفس اللعب، مفيش جديد. هنا طلع بالفيل برضو، وهنا الابيض بيت، وهنا لعب الدي 3، هنا لعب السي 3. هنا الاسود عنده لعبتين، عنده يبيت وعنده هنا ممكن يلعب اي 6 وممكن يلعب اي 5. بس اللي طالع دلوقتي ان الاسود لعبة الاي 5 بتبقى اكتف اكتر. هنا بقى الابيض المفروض يلعب الحصان هنا في المربع دوت وفي المربع دوت وفي المربع ده علشان يوصل في هذا المربع، وعنده افكار زي يحضر فكرة اللي هي الدي 4. لعب هنا روك في الاي 1، اكيد الاسود هيبيت. اللعب على الابيض في هذا الوضع. الفيل فيه ممكن يربط، قال لك خلاص امنع الربطه دي والعب الاتش 6. الاسود برضو لعب زيه. الماتش ايكوال، مفيش حد متفوق على التاني، نقلات هاديه لحد دلوقتي، عشان كده اسمه الطابق الهادي. طلع بالحصان النقله المتوقعه. الاسود ممكن يلعب هنا الفيل في 2، او في نقله طالعه برضو اللي هو البيشوب اي 6 ويكسر الفيل دوت. هنا بقى الاسود لعب نقله غريبه. اللاعب الالماني فريدريك سافان قعد 5 دقايق في النقله ديت ويراجع بالفيل خطوه واحده. النقله دي نقله هتبان اثرها بعد 10 نقلات، علشان بس زقه البيدق في مربع دي 4 ما ياخدش عليه تيمبو. العب يا ابيض، شوف بقى الابيض ينتظر الابيض هيلعب ايه. الابيض عنده نقلات كتيره جدا وكل نقله فيها تفريع شكل. في نايت اف 1 ونايت اي 3 زي ما قلنا لكم، والحصان هنا في 5، وفي اي 5، في افكار كتير، وفي اي 3. في نقلات برضو متاحه كتيره جدا عند الابيض. لعب هنا الاي 5، طلع بالفيل خطوه واحده. كان ممكن يطلع بالفيل هذا المربع ويكسر فيل بفيل، لكن هو قال لك خطوه واحده. انا على فكره الاسود شكله بيرتب للعب جامد. الابيض لعب البيضاء خطوه واحده بينتظر الاسود. هنا بقى اخيرا حط الفيل في وش الفيل. هنا بقى النقله دي من اسوأ النقلات لجوجش. ليه بقى؟ في اشتباك هيتم في المنطقه دي على جناح الملك، على جناح الملك. لعبه الفيل ديت، الفيل هتلاقوه هنا مقفول عليه خالص، علشان هتفتح له هياخد وقت. والشطرنج دلوقتي بقى اللعب سريع واللعب اكتف. كان احسن نقله في هذا الموقف كان الحصان في 1 والحصان في 3 والحصان يجي في المربع الخامس، لكن نقله الفيل دي بطيئه قوي. هنا بقى الاسود نقله بقى بريليانت. حرك الملك خطوه واحده وعاوز يلعب الجي 5 جي 4 وهجوم كاسح على جناح الملك. الاسود على فكره لما بيتم الافكار ده بيكتسح الروح، لازم الابيض ياخد باله كويس قوي. واو، طلع بالرخ خطوه واحده. ايه رخ ايتودو؟ عاوز يجي بالوزير هنا هوت
ويلعب الدي 4 والدي 5 ويبقى الفيل كده ضارب على الملك. بس اعتقد ان هو مش هيديك فرصه، اللاعب الالماني ده شكله مش هيديك فرصه خالص للكلام ده. طلع هنا بالحصان علشان يجي في المربع دوت، وهنا راح بالحصان اخيرا في الاف 1. وكنت منتظر النقله دي من كذا نقله فاتت، والحصان رجع بقى هنا اكتف في هذا المربع. فكره الاسود عاوز يجي هنا بالوزير في 3 وينتش حصان في بيدق وبعدين ياخد الحصان ده، يعني يشيل الحمايه من على الحصان دوت. شفتوا بقى يا جماعه؟ يعني هو حرك الفيل في البيشوب بي 2 وبعدين رجع تاني خطوه لورا. ده يدل ان النقله هنا كانت مش احسن حاجه، نقله الفيل هنا وبعدين رجعها تاني، كده يعتبر خسر نقلتين. حتى لو الانجن على فكره مدي الوضع متساوي، بس الابيض دوره صعب. يعني الابيض هنا مطالب ان هو يجيب دايما في وضع اختبار، لازم يجيب البستات. لكن نقلات الاسود هتلاقوها بعد كده سهله وواضحه. ايه بقى النقله المناسبه؟ الوزير يطلع هنا في 3 علشان في اي وقت من الاوقات اخد حصان في بيدق او في بيدق واخد الحصان، غير كده الفيل ضارب على هذا المربع، ولازم الابيض يطلع بالفيل علشان يكسر هذا الفيل الاسود الايه الجامد. طلع هنا بالوزير، طلع هنا بالحصان هنا في جي 3. خلاص لعب الجي 5 وهيزق خطوه. لازم الابيض يلعب بشكل حاسم، في زقه الابيض جايه، فلازم الابيض يحسم هذا الوضع. فرجع هنا بالحصان علشان يمنع الزقه ديت. يا سلام على الرواق. الوزير في الجي 6 بيظبط كده وضع الوزير، غير كده ممكن عنده افكار زي الاف 5 جاي. طلع هنا بالفيل، لان الفيل هنا هيبقى فيل السفاح. الفيل السفاح ده اللي ضرب الرقعه، كسر الفيل السفاح دوت. هقول لكم على سر من اسرار الشطرنج. الطابق الهادي فكرته لعبه اللي يسيطر على المربع ده الوسط ده اللي يكسب. يعني اللي يلعب الدي 4 او الدي 5، يعني الابيض لو لعب الدي 4 او الاسود لعب الدي 5 غالبا بنسبه 90%، اللي ينفذ الفكره دي هو اللي غالبا اللي بليه الغلبه. فكده الاسود كده اعتقد عرف هو يلعب نقله الدي 5 ويكسر الوسط. خد بيدق في بيدق، خد فيل في بيدق. لو لاحظتوا كده الاسود كسر الوسط. الفكره كلها ان الاسود عنده بقى ايه؟ الرخ هنا يجي في الدي 1 ويضرب على العمود ده، عكس بقى الاسود منكمش. يا جماعه ما تبصوش على الانجن، لو بصيتوا على الانجن الانجن هيديكم من الدور متساوي، ولكن الدور في صالح الاسود. كسر فيل في فيل. لما كسر هنا فيل في فيل خد في البدء عادي، واللعب على الابيض. الابيض دوره اصعب، الابيض دوره بيتصعب. طلع هنا بالحصان. انا ما اعرفش ليه كان هنا المفروض يكسر فيل في فيل. بص للوضع يا اخي، انت دورك صعب، الاسود بياخد اكتف، فانت مفروض في هذا الوضع ما يكون الخصم ضاغط عليك وقطعه منتشره وانت مضغوط. بسط الموقف. طلع هنا بالحصان، جه هنا بالرخ علشان ياخد فيل في فيل وبدأ في فيل وياخد حصان في بيدق. شفتوا يا جماعه؟ فلازم لعب هنا بالرخ في الدي 1. الاسود هو اللي هيكسر فيل في فيل اجرى، خد في البيدق. يا سلام، اللعيب الالماني ده لعيب قوي جدا ومستقبله باهر. على فكره اللعيب ده اتوقع في السنه اللي جايه دي هيعدي ال 2700 يعني ايه وشويه كمان. اف 6 بيدعم الوسط لان الحصان ممكن يتحرك في اي لحظه، فبيحمي هذا البيدق. طلع بالحصان في الاي 4. وهنا اللاعب الالماني رخ في رخ، خد بالوزير. الرخ في الدي 1 خد العمود، وهنا الوزير في الاي 3. لو لاحظتوا في هذا الموقف الاسود افضل شويه. هنا الابيض عاوز ياخد وزير في بيدق اللي هو جوجش. اول حاجه عاوز اسوق على الحصان ده، ارجع مكانك. الحصان رجع في الجي 3. وهنا الابيض طالب البيدق دوت. هات الرخ، طلب هنا الحصان، ساق على الوزير والحصان. هات قطعه من الاثنين.
اكيد جوجش عامل حسابه هيطلع بالوزير خطوه، على حس ان انت لو خدت الحصان هاخد الوزير، فكده وضع تكسير اند جيم. يا سلام يا سلام. بص يا جماعه، اي لعيب تاني هيكسر. شفتوا بقى الفرق بين اللعيب الهاوي واللعيب المحترف؟ كان هياخد وزير في وزير وحصان في وزير، هيبقى قطع الابيض اكتف، وهتبقى قطع الابيض. شوف الحصان ده منتشر، والحصان ده بعد كده فيها زقه بيدق، والحصان الابيض هيقدر ياخد سلسله البيادق دي وموقفه احسن. لكن اللعيب هنا المحترف، الفرق بين اللعيب الهاوي واللعيب المحترف، شوفوا بقى الاحترافيه. طلع بالملك، انت اكسر الوزير وانا الملك عشان الملك في الاند جيم بيبقى قطعه. كسر وزير في وزير، وهنا ملك في وزير، وهنا يعتبر الاسود عنده الملك قطع في الاند جيم. بصوا ملك الاسود وملك الابيض، الحاجات البسيطه دي هتفرق في الاند جيم. طلع هنا الابيض اي 4، طلع هنا الملك في الاف في الاف 5، والملك زي ما قلت لكم قطعه في الاند جيم، ودور الاسود احسن من دور الابيض. الابيض موقفه صعب. رجع هنا بالحصان في الاي 2، الحصان هنا ضغط على البيدق اللي هو في البي 3. هنا لعب في الرخ في الاي 1. طبعا هنا ما يقدرش ياخد حصان في حصان، لان الحصان ده هيبقى متعلق، يعني ايه، هيبقى فيه تعليقه للابيض. علشان كده جوجش الصراحه لعب كويس قوي النقله دي، لعبه ممتازه من جوجش. هات الرخ، وبيجي هنا علشان يمسك العمود دوت. هنا بقى بيواصل التقدم، عاوز يلعب هنا، يقدم البيدق هنا الجي 5، ياخد بيدق في بيدق، ياخد الجي 5 وياخد الوسط. موقف الابيض هنا صعب. طلع بالملك هنا في الاف 1، برضو عاوز ايه، ياكتف الملك زي ما الاسود الملك بتاعه اكتف. الحصان هنا عاوز يكسر حصان في حصان. طلع بالبيدق في الاف 3، وهنا الرخ ضاغط وعاوز البيدق ده. زي ما قلت لكم الدور يكاد الاسود احسن شويه. وكمان هنا جوجش دوره صعب، مضغوط في الوقت، في موضع اختبار دايما. اللعب هنا على الابيض، الابيض يعمل ايه في هذا الحال؟ الرخ هنا في الاي 1 احسن نقله. طلع هنا بالملك في الاف 2 بينتظره. هنا جي 4، بدأ في بدأ، بدأ في بدأ، وعاوز يزق زقه كده. وهنا كان النقله الخاطئه من جوجش تحت الضغط. في نقلة واحدة كانت أفضل نقلة، إن المفروض الرخ هنا يجي في هذا المربع. هتقول لي هيسوق عليه، هيسوق عليه، هيجي هنا في الإي 2، ولو ادى كش هيجي هنا في الدي 1، ولو هنا خد حصان في حصان مثلا هياخد حصان في حصان، والدور زي ما انتم شايفين كده متساوي. بالعكس الأبيض هيبقى دوره كويس، عنده هنا رخ ماسك العمود يقدر ياخد البيادق دي بمنتهى السهولة، والدور هيبقى اكتيفيشن. فهيضطر الاسود ياخد هنا رخ في بيدق، بيدق في رخ، ملك في بيدق، وهنا الابيض هيلعب الملك في الاي 2، وهنا الحصان في هذا المربع. الاسود عنده تهديد انه يطلع بالحصان هنا وهنا وياخد البيدق دوت، والابيض هيفضل رايح جاي حامي البيادق. هيلعب هنا الرخ في الاي 1، هيلعب نقلات هاديه، والاسود يلعب في هذا المربع رخ دي 1، نايت جي 6، بحيث ان الاسود بيهدد التهديد دوت. والدور هيبقى زي ما انتم شايفين هيبقى تعادل. لكن هو الصراحه برضو نقله صعبه. قال لك احمي الحصان، الاسود اداله كش، الملك في الاي 2 اداله كش تاني، لعب هنا الملك في الدي 1، طابيه في طابيه، ملك في طابيه. رجع بالملك خطوه، ملك في الدي 1، لعب هنا الحصان في مكان اخر، عاوز يجيب الحصان ده هنا هوت، وبعدين هنا هو دوت وياخد البيدق. طلع بالملك في الاي 2، اوبا، الحصان دخل في مربع الاف 5، وبعد كده يجي في المربع ده وهيطلب البيدق، والحصان من الناحيه التانيه هيخش دور في تفوق كده واضح لصالح الاسود. اللعيب الالماني فريدريك سافان كش،
رجع بخطوة كده علشان ما يدوش كش تاني، رجع تاني، طلع خطوة اداله كش، دخل عليه اداله كش، رجع تاني، مناورات، حصان في حصان، بيدق في حصان. كده في هذا الموقف الاسود زي ما قلت لكم بيكسب، لانه عنده فكرة واضحة. الحصان هيخش هنا ياخد البيدق، طلع هنا بالحصان في الاي 6، طلب البيدق اللي هو في مربع سي 5 حمام. اوبا بقى هنا بقى ده بلندر شنيع. هو كده طبعا يعني يعتبر انه بيكسب، بس المفروض خلاص انت هتيجي هنا بالحصان وهتاخد البيدق، ارجع هنا خطوه لورا. صحيح هيطلع هنا بالحصان بكش، يجي هنا في المربع دوت، هينزل في المربع اللي هو نايت اف 5، يجي هنا في المربع ده، وبعد كده هيدي كش تاني، هيجي في هذا المربع، هيلعب هنا الملك خطوة، هنا هيدي كش، يطلع هنا بالملك مربع خطوة، يجي هنا بالحصان، وهيبقى هنا في مناورات، والدور ممكن يطول وممكن يقدر جوجش يتعادل. يعني الدور لصالح الاسود برضو. شوفوا برضو الملك ده والملك ده، الدور لصالح الاسود يا جدعان، بس في مناورات وفي شغل وفي لعب. لكن ان انت يعني كارثه تسيب البيدق وتجري. طلع هنا بالحصان، هات البيدق في منتهى السهوله، ساق كده، خد حصان في بيدق، بيدق في بيدق، بيدق في بيدق، حصان في بيدق، خلاص كده الاسود بيكسب. طلع بالحصان في الاي 3، خلاص كده خطوتين وهكسب. نزل علشان يلحق، هات البيدق ده كمان، خلاص. وفي هذا الوضع استسلم، خلاص بيكسب. بصوا سلسله البيدق دي، والحصان هيجي هنا في مربع في البي 2 وهياخد البيدق دوت. وضع مكسب كاسح لصالح اللاعب الألماني فريدريك سافين. طبعا هنا جوجش ارتكب خطأ تحت ضغط الوقت. اللاعب الألماني ده لعب بدقة نقلات 96%، مقابل جوجش كان نقلاته مش أدق حال. فمفاجأة مش يعني محدش توقعها خالص ان بطل العالم يخسر هذه الخسارة من لعيب تقييمه 2640. اتمنى يا جماعة يكون الماتش عجبكم، رجاء الاشتراك في القناة ولايك وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد، والى لقاء فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.